من بعد ما كانت واحد الضجة كبيرة حول الآية التي تمت تلاوتها بحضور الوفد السعودي إلى طهران في جنازة المرشد الأعلى السيد علي خامنئي. كانت واحد الضجة وأنا لقيتها بزاف في الصفحة ديال الفيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الصراحة أنا ما سمعتش الآية، ما كيقول لك راه إهانة وكيقول لك قصف من نوع آخر أنا يحسب لي زعما شي آية كيهينوا فيها الوفد السعودي، ما عرفتش. أنا يحسب لي شي آية كيهينوا فيها الوفد السعودي وهذا غير أخلاقي. أنا ما سمعتش الآية، وكان يحسب لي ربما شي آية وصفتهم بشي أوصاف سيئة ولا ذميمة وهذا غير جائز وغير أخلاقي وغير إنساني وغير إسلامي. رغم أن يعني الجمهورية الإسلامية تقصف يعني المراكز الحيوية في المملكة العربية السعودية، وحتى عاوتاني السعودية كتوقف الصف ديال أمريكا ضد الجمهورية الإسلامية. رغم ذلك فالوفد المملكة العربية السعودية مشكورة على هذا السلوك وهذه الخطوة، لم تكن مجبرة ولم تكن مرغمة على الحضور، حضرت انطلاقا من الواجب الديني الإسلامي. هذه جنازة رجل قائد دولة إسلامية فحضر هذا الوفد، فشكرا للمملكة العربية السعودية. هذا يعني تصرف دبلوماسي رائع، هذا موقف دبلوماسي رائع. أنا كنحسب لك أن تهان الوفد السعودي، هذا غير أخلاقي، لا يمكن لهذا السلوك أن يصدر على الجمهورية الإسلامية. بالعكس يجب على الجمهورية الإسلامية أن تكرم وترحب بهذا الوفد رغم الحرب، إلا أن هذا الوفد حضر إلى الجمهورية الإسلامية في جنازة السيد. المكاسب السياسية والدبلوماسية كثيرة لو لم يحضر هذا الوفد، لكن المملكة فضلت الواجب الديني على المكاسب السياسية والدبلوماسية من طرف أمريكا وإسرائيل. سيكون هناك توبيخ وهناك عتاب من أمريكا وإسرائيل، لكن لم تأبه. فتحية عالية للمملكة العربية السعودية على هذا الموقف وعلى هذا السلوك وعلى هذا التصرف. لنستمع إلى الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الآية واضحة جدا، هذه بسيطة. هناك حرب بين فئتين، فئة مسلمة وفئة كافرة، واضحة جدا. وهذه دعوة غير مباشرة للمملكة العربية لعلها تقف في صف الجمهورية الإسلامية وتساندها وتنتصر للجمهورية الإسلامية، بحكم أن الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية لهما دين واحد، هو الدين الإسلامي.